قطعة في العجل يا جماعة بتسمى على اسم طائر. الطائر ده اسمه طائر السمان. طائر السمان ده طعمه جميل جدا ولذيذ، وكمان طعمه أفضل من طعم الحمام. عشان هيجي واحد يقول لي طعم الحمام أفضل من السمان، ولكن اللي مجربش طائر السمان ده في الأكل أو بيحشيه وياكله، طائر السمان طعمه لذيذ جدا زي الحمام أو يفوق الحمام كمان في الطعم. ولكن هذه القطعة من العجل بتسمى السمانة عشان خاطر طعمها برضو جميل جدا، وبتكون حمرا وبتكون طرية، وكمان بتصلح لعمل البفتيك وحاجات كتير جدا، لان بتكون حمرا ما فيهاش اي دهون. لو عايز تعملها حتى اسكالوب بانيه تنفع معاك اسكالوب بانيه. والفرق ما بين اللحمه بتاعتنا واللحمه المستورده اللي هي من بره المرعى، زي ما حضراتكم شايفين دي قطعه من العجل، هي بتكون منتصف الفخده السمانه. شايفين اللون عامل ازاي، ولحمه فريش جميله. دي المرعى بتاعت مصر. العجول الصعيدي والعجول اللي هي الصحراوي تبقى متربيه في الصحراء او متربيه في مزارع في الصحراء بتكون افضل بكتير من العجول اللي هي مستورده من بره، زي العجول اللي جايه من البرازيل او العجول اللي جايه من الهند. يعني لو بتاكل لحمه مستورده كتير حاول تقلل منها، وتاكل لحمه فريش بتكون من بلدك بتكون افضل. العجول الصعيدي او العجول اللي هي بتاعت مصر افضل بكتير من اي عجول من بره. ولكن حابين نوضح الناس دي افضل قطعه في العجل، وتسمى على اسم طائر ان هي السمانه، وكمان على شكل بطيخه. شكل البطيخه بالظبط بتكون منتصف الفخده. شكل البطيخه زي ما حضراتكم شايفين كده مدوره، وشكل البطيخه